السلام عليكم صديقاتي وخواتي وزميلاتي وأخواني وأبنائي وبناتي وكل المتابعين الحبايب من كل مكان. اليوم أنا بقدم لكم خبز. الخبز هذا محشي يعني بالجبن، تشتي جبن، تشتي لحم مفروم، تشتي كبدة، تشتي اللي معك الحشوة، أي حشوة معك تحبيها وانتي يعني بتعجب أسرتك تعمليها وتحشي فيها وتخبزيها، ويا سلام يا سلام يا سلام. تاكلي عشاء، تعملي سحور لو تشتي، يعني تعملي بأي وقت، مش إلا برمضان فقط. أني عملت هذه الوصفة من شهر رمضان، بس ممكن تعمليها يعني بأي وقت، بأي وقت تاكليها تقدميها لعيالك ولزوجك لبيتك. يا سلام، سلم، حلوة وسهلة ولذيذة، لذيذة جدا، إن شاء الله تعجبكم. يلا نبدأ. معانا هنا شوفوا حبة بيض، نسكب الحبة البيض، ومعانا 3 ملاعق زيت، 1 2، شوفوا معلش لو زاد قليل 3 3 ملاعق. نخلط أول مرة الزيت بالبيض. طيب هذا الآن بنعمل له كوب حليب. الحليب يكون ساخن، مش ساخن فاير يعني مفور من النار على طول، لا، ساخن يعني شوية، يعني أكثر من دافي. كوب، تمام. ونخلط. الآن معانا ملعقة خميرة، يعني ملعقة طعام كبيرة يعني، ومعانا نص الملعقة سكر، بس هذا السكر صدقوني ما ينطعمش لما يكون الأقل من الخميرة بكثير. ونجيب معانا الدقيق 2.5 كوب. نسكب أولا النص، تمام، نخلطها كده شوية ونسكب 2.5 كوب. طيب الآن شوفوها بارش الملح. شوفوا على ما تشتي مالح تزيدي، تشتي ناقص تنقصي. شوفوا الملعقة الصغيرة يعني، تمام. الآن هذا خلاص نشله، حرام نخليه كذا يلصق هنا، فينفعنا. يلا وبسم الله. شوفوا العجنة تكون رطبة، تلصق باليد يعني، تمام. كيف يلصق؟ شوفوا كيف العجينة، هذه العجينة كذا قوام العجينة، شوفوا كذا، هذا قوامه رطبة وتلصق. شوفوا كيف تلصقها في اليد، تلصق. نعمل قليل زيت كذا باليد، نمسح علشان نخليها تتخمر. خلاص نتركها الآن تتخمر، بس شوف كم وقت بتاخذ، وبقول لكم كم جلسة تتخمر. تركنا طبعا العجينة تتخمر ونحن نعمل الحشوة، تمام. أني الآن عملت جبن شيدر و4 حبات جبن مثلث من أي نوع من الأجبان ممكن تعملي. بنضيف فوقه يعني كبزرة، وهذا بصل أخضر، وهذا قليل فلفل أخضر لأنه حار مثل ما أقول لكم، عملت قليل. وهذا اللي بقى حليب بودر بندهن به وجه الخبز اللي بنعمله. هذه الأشياء اللي بنضيفها. ممكن تضيفي أي حاجة، أي شيء تحبيه ضيفي. طيب حبايبي، الآن بندهن الصحن الذي نحن بنعمل فيه الخبز، تمام. ادهني يعني إن كانت تشتي بزبدة ولا تشتي بسمن، زيت، أي حاجة. الآن شوفوا بس قليل دقيق ترشي يعني فيه كذا، بس رشوش يعني علشان إيش؟ عشان ما تلصقش عليك الفطيرة حقك أو الخبز اللي بتعمليه. طيب الآن شوفوا العجينة حقنا، اللهم صل على النبي. شوفوا كيف على حلاوها. خليناها ساعة تتخمر لأن الجو بارد، يعني لو حمى أو حر زايد يعني فصل الصيف بسرعة على طول. اعملي دقيق قبل ما تسكبيها. شوفوا كيف بنسكبها الآن، ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا محسنها،
شبك يا سلام سلم. خلاص الآن إيش بنعمل؟ برشه كذا بدقيق شوية، تمام، وبنحاول نحنا نعاقد. طيب تفرديها كده ها يدك، تمام. طيب الآن نجيب الحشوة، نجيب هنا الجبن، ونجيب هنا هذا من الأربع حبات. طبعا هذا شوفوا الذي تركته علشان أعمله لها من فوق. المهم هذا البصل كمان، البصل الأخضر شوفوا قطعناه، وهذا قليل فلفل الذي ما تحب لا تعمله، والكبزرة. ممكن انتي تخلطي هذه المكونات هذه مع الجبنة قبل ما تضيفيهم، ممكن تخليه كذا زي ما أنا عملت، على ما اللي تشوفيه أسهل لك اعملي. الآن نلفه، شوفوا بنلفه كذا بدا الشكل، بنلف العجينة بدا الشكل، تلفيها زي البقشة، زي البقشة حق لما تبقشي داخل ثياب مثلا ولا شيء، زي البقشة. زمان كانوا يعملوا بقشة للثياب، الحين خلاص ما مش عاد بقش. شوفوا أنا ما عملتش مع الخلطة اللي داخل الحشوة ملح. ليش؟ لأنه الجبنة شوية مالحة يعني. نشيل الآن، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف صلاة على النبي، ونقضي هنا. شوفوا يا سلام سلم. ها سحور جميل، سحورك يا صايم، سحور أحمد سالم. الآن شوفوا معانا يعني كذا ملعقة صغيرة من الحليب البودرة، تمام. بنعمل فوقه قليل مي، قليل بس علشان نجهنه. تشتي صفار بيضة اعملي، تشتي الحليب اعملي، الحاجة اللي تشوفينها تناسبك ومحببة لقلبك اعمليها. أنا كنت استعمال الصدق، استعمال الصفار البيضة مع قليل فانيليا، مع قليل نسكافيه، يعطي له لون كده أحمر وحلوة، يفتح الشهية، وأدهن به. بس البعض يعني ما يحبوش البيض. طيب الآن شوفوا كيف بنجيب قليل حبة البركة وباقية الجبن الذي نحنا بقيناه من الحشوة، رشه كده من فوق. طبعا هذا الجبن اللي رشيناه الآن جبن شيدر، تمام. هذا شوف ممكن انت ما تعمليش هذا كله ولا ده ولا شيء، ممكن تعملي بس الدنيا كذا وتدخلي الدنيا بس بصفار بيضة او بالحليب وخلاص. لكن تشتي مثلا كذا تفرحي اولادك وزوجك واهلك تعملي حاجات كذا ممكن. خلاص الآن ناخذها للفرن ونقول بسم الله ونشوف كم بتجلس، وبعد كده نقول لكم يلا حبايبي. طيب حبايبي هذا شوفوها بعد ما خرجناها الآن من الفرن، يا رب تكون تمام. خليناها بالفرن يعني 18 دقيقة من تحت النار تكون، و10 دقائق رصينا الشعلة اللي فوق، ويا سلام سلم. خليها شوفوا قليل تبرد، بخليها علشان أقطعها وأوريلكم هي. والآن نقطع، نقول بسم الله يا رب. كيف بهذا الشكل. حلاوة يا
حلاوة يا حلاوة، ما شاء الله تبارك الله. شوف حتى لما تقولي كذا ها، شوفي كيف هسه يعني ناعمة ناعمة. حلو، سحور يعني تمام. ها طلع لكم تشتوا. شوفوا كيف ناعمة ورطبة ومحسنة وإيش ولذيذة.